بيبتدي الفيلم مع عصابة متخصصة بسرقة البيوت واللي بتتكون من 3 أشخاص وهم روكي وحبيبها موني وأليكس، وبيسرقوا البيوت اللي أصحابها بيكونوا مسافرين، وكمان مش بيسرقوا فلوس كاش وإنما حاجات بيقدروا يبيعوها بشرط ما يتعداش ثمنها $10,000 وإلا هتبقى جريمة كبيرة بتوصل ل10 سنين سجن في القانون الأمريكي. وروكي بتكون عندها مشاكل في حياتها وبتخطط تسيب أهلها وتروح لكاليفورنيا مع حبيبها، ولما بتسأل أليكس علشان يروح معاهم بيبقى متضايق وبيقول لها إنه ما يقدرش يسيب أبوه، وبيقدر أليكس يساعدهم بإنه بيسرق مفاتيح البيت من مكتب أبوه لأنه صاحب شركة تأمين وبيكون عنده المفاتيح الاحتياطية، وكمان بيقدر يشفر أجهزة الإنذار. وبعد آخر عملية بيبقى موني متضايق لأن التاجر اللي بيتعامل معاه بيشتري الحاجات المسروقة بفلوس قليلة، وبيقول لموني إنه لازم يسرق فلوس حقيقية، وبيدله على عملية سهلة وفيها فلوس كتير. وبيعرض موني الفكرة على زمايله وبيقول لهم إن البيت مملوك لعسكري متقاعد اسمه نورمان ومتأمن على البيت من نفس الشركة، وبيعرفهم إنه من فترة بنت نورمان ماتت بعد ما دهستها عربية بتاعت بنت غنية وأهلها قاموا بدفع تعويض كبير ليه، لكن أليكس رفض الخطة لأنهم مش بيسرقوا فلوس، ده غير إن المبلغ هيعدي الحد المتفق عليه. ولما بيروح أليكس بترسل له روكي وبتطلب منه يساعدها علشان تخرج أختها الصغيرة من المدينة. بعدها بنشوف روكي وهي في البيت وبنعرف ليه عايزة تخرج أختها من هناك، وده بسبب معاملة أمها السيئة هي وجوزها من يوم وفاة أبوها. ولما كانت بتتكلم مع أختها وبتوعدها إنهم هيسافروا بيجيلها رسالة من أليكس بإنه موافق على العملية، وبيراقب موني البيت كذا يوم واللي بيكون في منطقة مهجورة نوعا ما. بعدها بيقول لهم إنها تبقى سرقة سهلة لأن الحي كله فاضي ومفيش عربيات شرطة بتعدي من الشارع، وأثناء كلامهم بيلاقوا فيه كلب هجم على العربية اللي هم فيها، وبيظهر الراجل اللي هيسرقوا بيته واللي بيكون صاحب الكلب وبيبان إنه كفيف. وبيجي الليل وبيروحوا للبيت المستهدف، وأول حاجة بيعملوها هي إنهم بيرموا للكلب لحمة فيها مخدر علشان يناموا ما يزعجهمش. وبيحاول موني يفتح الباب عن طريق المفتاح اللي جايبه أليكس لكنه ما بيعرفش، وبيعرف أليكس إن فيه 4 أقفال في الباب، فبيحاولوا يدخلوا من الباب الخلفي لكنه مقفول. وبيشوف موني باب صغير على الأرض اللي بيودي للبدروم بس برضه مقفول، وبتشوف روكي إن فيه شباك صغير قدامها معلهوش حديد، فبتقول لهم إنها تدخل منه وتقفل جهاز الإنذار وتفتح لهم الباب. وبتكسر روكي الشباك الصغير وبتدخل منه، وبيكون فيه قطع إزاز من الشباك لزق في جزمتها وبتفك منها في أرضية الطرقة، وبتفضل تدور على جهاز الإنذار لحد ما بتلاقيه وبتفصله بالجهاز اللي أخدته من أليكس، وبتفتح لهم الباب الخلفي علشان تدخلهم البيت، وبيقلعوا الجزم علشان ما يعملوش صوت وهم ماشيين جوه، وبيبدأوا يدوروا في البيت على الفلوس بتاعت نورمان. وبنشوف في أوضة نورمان فيديو شغال لبنته وهي صغيرة وبيكون نايم، وبيدخل عليه موني وبيجهز الإزازة اللي فيها غاز التخدير، وفجأة بيصحى نورمان لكنه بعدها بيقفل التلفزيون وبيرجع ينام، فبيسيب موني الإزازة اللي بدأ يخرج منها الغاز وبيخرج في هدوء، وبينزل لأليكس وروكي وبيقول لهم إنه خدر الراجل خلاص وبيقدروا يتحركوا براحتهم، وبيلاقوا فيه قفل كبير موجود على باب البدروم، فبيتوقعوا إن الفلوس ورا الباب ده. وبيحاول موني بكل قوته يكسر القفل بحديدة لكنه بيفشل، فبيطلع من شنطته مسدس عشان يضرب بيه القفل، ولكن أليكس بيعترض لأنه بكده هيدي الحق لنورمان لو صحي إنه يضرب النار عليهم كدفاع عن النفس، لكن موني بيرفض كلامه وبيضرب نار على القفل. فبيقرر أليكس يسيبهم وبياخد جزمته وبيمشي، وأول ما موني بيفتح الباب بيلاقي نورمان واقف جنبهم وبيسأل مين في بيته، ولما بيتحرك بيدوس على قطع حديد اللي وقعت من القفل وبيفهم إنهم حرامية، فبيبدأ موني يهدده بالمسدس وبيأمره إنه ما يتحركش وإلا هيقتله، ولكن نورمان بيفضل يقرب منه، فبيضطر موني يضرب طلقة في السقف علشان يخوفه. وهنا بيسمع صوت أليكس الطلقة قبل ما يبعد، وبيفضل نورمان يقرب منه بعد ما عرف إنه هاوي لحد ما بيمسك مسدسه وبيضربه في الحيطة. وبيسأله نورمان كام واحد معاه في البيت، فبيبص موني لروكي وبيقول له إنه هو اللي موجود بس، فبيضربه نورمان بالنار وبيخلص عليه، وبتترعب روكي من اللي شافته في صمت علشان ما يحسش بحاجة، فبتدخل بهدوء وبتستخبى في خزانة الهدوم. ومع صوت الرصاص بيدخل أليكس مرة تانية، فبيلاقي نورمان جاي في وشه وبيتجنبه بصعوبة، وبيدوس نورمان على قطعة إزاز مكسور وبيعرف إنه إزاز شباك الحمام، فبيروح ناحية الباب الخلفي الأول، ولما بيلاقيه مفتوح بيقفله بالقفل. بعدها بيجيب لوح خشب عشان يقفل شباك الحمام اللي روكي دخلت منه، وبيكون أليكس مستخبي في جنب وبيحاول ما يعملش أي صوت. وهنا بتبعت روكي رسالة لأليكس عشان يساعدها على أساس إنه مشي، فبيقول لها إنه في البيت وبيسألها عن مكانها. وفي اللحظة دي بيروح نورمان ناحية خزانة الهدوم، ولكن بيقف قصادها وبيشيل جزء من الحيطة، وده بيكون مكان خزنة الفلوس واللي بيتراقبه روكي من ورا وهو بيطمن على فلوسه. وبتشوف وقتها الباسورد بتاع الخزنة، وبعد ما يخرج بيروح لها أليكس بهدوء عشان يخرجوا من البيت، لكنها بتقوم وبتفتح الخزنة بعد ما عرفت الباسورد، وبتنقل كل الفلوس
الفلوس اللي جواها في شنطتها، وبيعرفها أليكس انهم ممكن يهربوا من البدروم لانه بيودي لخارج البيت من الباب الصغير اللي شافوه قبل ما يدخلوا. وبيتحرك أليكس وروكي ناحية البدروم، فبيلاقوا نورمان خارج منه، فبيقفوا مكانهم. ولما نورمان بينشغل بتحريك موني على الارض، بيحاول أليكس يتحرك ببطء وبيعمل صوت برجليه، فبيقف نورمان ومعاه المسدس وبيعرف ان في حد موجود، وبيبدأ يحرك المسدس بشكل عشوائي لانه مش شايف حاجة. وفجأة موبايل موني بيرن، فبيضرب النار عليه على اساس انه شخص، وبيروح يكسره وبيكمل سحب موني. وهنا بيقدر أليكس وروكي انهم ينزلوا البدروم، وبيستخدموا كشافات الموبايل علشان يتحركوا، وبيحاولوا انهم يوصلوا للباب اللي يخرجهم بره البيت. وفي الوقت ده نورمان بياخد ادوات علشان يقفل باب البدروم، فبيشم ريحة مش مألوفة، فبيروح ناحية مصدر الريحة، فبيلاقي جزمة وبيحرك ايديه، وبيلاقي جزمة تانية ومش بتاعته، وبيفهم ان في حد تاني، فبيروح ناحية الخزنة بتاعته. ولما بيفتحها بيكتشف سرقة الفلوس، وكان هيتجنن من اللي حصل. وبيكون أليكس وروكي وصلوا المكان فاضي، وبيحاول أليكس يفتح نور البدروم، وفجأة بتظهر قدامهم واحدة مربوطة بحبل متوصل بجرس. ولما بيرن بيسمعوا نورمان من فوق، وبتفضل البنت تترجاهم يساعدوها، وبتجيب لهم ورقة جورنال جنبها فيها خبر المحاكمة. وبتعرف روكي ان البنت دي هي اللي موتت بنت نورمان واسمها سيدني. وبتفضل سيدني تشاور على خزنة قدامها، وهنا بيحسوا بصوت جري نورمان فوقهم بعد ما سمع الجرس. وبيقدر أليكس يفتح الخزنة بعد ما قالت له روكي كلمة السر زي خزنة اللي فوق، وبيلاقوا جواها سلسلة مفاتيح. وبيجرب أليكس المفاتيح وبيقدر يحررها، وبيوصلوا للباب اللي هيخرجهم بره، لكنهم بيلاقوه مقفول بقفل برضه. وبيجرب أليكس المفاتيح اللي معاه وبينجح انه يفتحه. وقبل ما بيخرجوا بيتفاجئوا بنورمان في وشهم واللي كان جاي لهم من بره، وبيضرب بالمسدس عشوائي، وبتتصاب سيدني إصابة مباشرة. وبيرجع أليكس وروكي تاني جوه، وبينزل نورمان عشان يلحقهم، فبيخبط في جثة سيدني، وبيعرف انها هي اللي اتصابت. والغريب انه فضل يصرخ عشان ماتت، فبيقرر انه يقضي عليهم، فبيقفل باب البدروم بالقفل. وقبل ما يهربوا بيقفل عليهم النور، والدنيا بقت سواد، وبيبدأ يطاردهم وبيضرب عليهم نار، وكمان بيتحرك اسرع منهم لانه حافظ البيت، لحد ما بيمسك أليكس من رقبته وبيجي يضربه بالنار. بيلاقي الرصاص فضي، فبيفضل أليكس يقاومه بكل قوته لغاية ما بيوقع الرف الحديد عليه، وبيهرب هو وروكي ناحية النور. وبيطلعوا تاني للدور الأول وبيسد الباب، لكنهم بيلاقوا الكلب فاق وواقف قدامهم. فبتاخد روكي المفاتيح من أليكس وبتروح بهدوء ناحية الباب الرئيسي، وبيحاول أليكس يهدي الكلب، لكن فجأة بيجري الكلب ناحيتهم، وبيضطروا يسيبوا المفاتيح في الباب وبيهربوا على الدور التاني. وبيستخبوا في أوضة وبيسدوا الباب كويس، ولكنها بتكون شبابيكها مقفولة بخشب أو حديد. وبيطلع نورمان من البدروم وبيروح لأوضته يجيب المسدس بتاعه. بعدها بيحاول يدخل الأوضة اللي هما فيها، واللي ما بيكونش قدامها إلا فتحة التهوية، وبتدخل روكي فيها. وقبل ما أليكس يدخل وراها بيكون الكلب دخل الأوضة وهجم عليه، فبيخبط في الشباك المقفول بالخشب، وبيقع منه على سطح إزاز الدور الأول وبيفقد الوعي. ولما بينزل نورمان ما بيبقاش طبعا شايفه هو فين. وهنا بيدخل الكلب في فتحة التهوية وبيطرد روكي، وبيخليها تقع من مكان عالي على راسها وبيغمى عليها. وبعد ما بيفوق أليكس بيحاول يقوم من على ازاز قبل ما يتكسر، لكن نورمان بيسمع صوت وبيضرب رصاصة لكن بتيجي في السقف، فبيتكسر الازاز وبيقع أليكس جوه البيت. وبياخد ريموت التحكم في جهاز الانذار علشان يشغله هو اي حد يلحقهم، لكنه بيلاقي نورمان في وشه وبيضرب ناحيته نار، فبيستخبى في المكان اللي فيه ادوات الحدادة، وبيحاول انه يكتم نفسه بالعافية لكنه ما بيقدرش من الخوف. فبيسمع نورمان صوت خفيف وبيروح ناحيته، فبيضربه أليكس بالشاكوش في ايديه وبيوقع المسدس، ولكن نورمان بيضربه وبيحاول أليكس يفلت منه، لكن نورمان بيرميه على الارض. وقبل ما أليكس ياخد المسدس بيخنقه نورمان وبيضربه بقوة، وبعدها بياخد مقص الشجرة وبيغرزه في جسمه. وبتكون روكي فاقت وبدأت تتحرك في ممر التهوية لحد ما بتلاقي قدامها فتحة مقفولة بحديد هتوديها بره البيت، فبتحاول تخبطها برجليها، وفجأة بيمسكها نورمان وبيوقعها جوه البيت. وطبعا كان سامعها كويس وهي بتتحرك وحدد مكانها، وبياخد منها الشنطة وفضل يضربها لغاية ما أغمى عليها. وبتفوق روكي وهي مكان سيدني ومربوطة زيها، وبيكون نورمان قاعد قدامها، فبتقول له هي فاهمة قتل سيدني ليه، وانها لو خرجت مش هتقوله للشرطة. فبيعرفها نورمان ان محدش هيفهم اللي عمله، وان زي ما سيدني اخدت منه بنته كان هيخليها تديله بنت بدلها لانها كانت حامل، ولولا انهم دخلوا بيته كان زمانها هي وبنته اللي في بطنها عايشين. ودلوقتي بما ان سيدني ماتت يبقى المطلوب من روكي انها تديله بنت بدل اللي ماتت عن طريق الحقن. وفي اللحظة دي بيفوق أليكس، واللي اتضح ان مقص الشجر غرس في جثة موني اللي كانت جنبه مش فيه هو، وبيروح يتأكد ان الباب ممكن يتفتح بالمفتاح اللي سابه. وعلى الناحية التانية بيجهز نورمان الشيء اللي هيحقن به روكي واللي كانت مرعوبة، وقبل ما يحقنها خلاص بيجي أليكس من وراه وبيضربه بالشاكوش بكل قوته، فبيقع على الأرض وبياخد الكلبشات وبيربطه بيها. بعدها بياخد الفلوس وجهاز التحكم
كلهم وبيجروا على باب البيت، ولما بيفتح أليكس الباب فجأة بيتضرب رصاصة في ظهره من نورمان اللي قدر يحرر نفسه. وبتخرج روكي جري من البيت بعد ما النهار طلع، وبتبص على البيت كأنها مش مصدقة انها هربت. وفجأة بيخرج الكلب بسرعة وبيجري ناحيتها، وبتحاول تهرب منه لغاية ما بتوصل لعربية موني، لكن الكلب بيهجم عليها وبيوقع الشنطة، فبتستخبى في العربية وبتلحق تقفل الشباك قبل ما الكلب يدخل، وبيفضل واقف بره، فبتعمل له مصيدة وبتفتح شنطة العربية وبتخلي الكلب يدخل لها وبتحبسه في الشنطة. ولكن من قوة الكلب بيقدر يخرج من الكنبة الخلفية لحد ما بتقدر انها تربطه في خطاف جنبها، وبتسيبه في العربية وتنزل علشان تاخد الفلوس. وفجأة بيجي نورمان من وراها وبيضربها بقوة، وبيفضل يجرها من شعرها لحد ما بيدخلها للبيت وبيرميها على الأرض. وبتلاقي روكي جنبها أليكس ميت وفي ايده الريموت اللي بيتحكم في جهاز الإنذار، فبتاخده وبسرعة بتشغل نمط الاتصال بالطوارئ واللي بيكون صوته عالي جدا. فبيتشتت نورمان وبيضرب نار عشوائي، وبتاخد روكي الحديدة وبتبدأ تضربه في كل جسمه، وهو بيضرب نار عشوائية لأنه مش قادر يحس ولا يسمع خطواتها من الصوت. وفجأة بيقف الإنذار ولسه بيلف وراه، بتضربه في راسه بكل عنف، وبتفضل تضربه لغاية ما بيقع من باب البدروم لتحت، وبتتأكد إنه مات، وبتاخد الفلوس وبتهرب قبل ما الشرطة تيجي، واللي جالها إنذار عن طريق الطوارئ من بيت نورمان. وبتظهر تاني يوم روكي وأختها الصغيرة في محطة القطر عشان يسافروا زي ما وعدتها. وفجأة بتسمع في الأخبار إن فيه بيت اتعرض للسرقة وصاحبه يبقى عسكري سابق، ورغم إنه كفيف إلا إنه قدر يقتل الاتنين اللي اقتحموا بيته وحالته مستقرة، وكمان بلغ الشرطة إنه مفيش حاجة اتسرقت من بيته. وطبعا ده معناه إن نورمان مش هينسى اللي حصل، وقرر إنه ياخد حقه بإيده. وبيبتدي الجزء التاني مع بيت بيتحرق بالكامل في مكان شبه مهجور، وبيكون في بنت صغيرة ماشية في الشارع لحد ما بيغمى عليها. وبعد 8 سنين من الحادثة دي بنشوف بنت صغيرة ماشية في الغابة وهي بتحاول تهرب من حد بيطاردها، وفجأة بيجري وراها كلب شبه كلب نورمان، فبتقدر تفلت منه لغاية ما بتوصل لعربية فيها مسدس. وأول ما بتاخده بيمسكها نورمان وبيعرفها إنها خسرت في الاختبار، وبنعرف ساعتها إنها بنته واسمها فينيكس رغم إنه مش متجوز، وكان بيدربها على الاعتماد على نفسها. وبعد ما بيروحوا للبيت بتسأله كالعادة ليه مفيش أي صورة لأمها اللي توفت لأنها نفسها تشوفها، فبيقول لها نفس الكلام إن الحريق اللي حصل من 8 سنين في بيتهم القديم دمر كل حاجة، وإنها الوحيدة اللي تم إنقاذها من الحريق. فبتطلب فينيكس إنها تروح المدينة عشان بقالها كتير ما خرجتش بره الحي، لكن نورمان بيرفض لأنها خسرت في الاختبار. وفي الوقت ده بتيجي واحدة اسمها هرنانديز، ودي اللي بتورد له النباتات والزهور للجنينة بتاعته، وساعتها بتحاول تقنعه انه يخرج فينيكس معاها بدل العزلة اللي هي فيها. فبيغير رأيه بالعافية وبيخلي بنته تروح معاها للمدينة بشرط ترجع اخر النهار. ولان هرنانديز عايزة تفرحها وافقت على طلبها وودتها لبيتهم القديم اللي امها ماتت فيه. وبتروح فينيكس للبيت لكنها بتحس ان في حاجة غريبة مع انه مهجور، فبتهرب بسرعة منه وبترجع لعربية هرنانديز. وبيتم اذاعة خبر في الاذاعة ان في عصابة برئاسة الدكتور توماس متهمة بخطف الاولاد والاتجار فيهم، وبيتم تحذير كل الاهالي لانهم لسه بيدوروا عليه. وبتروح فينيكس للحديقة العامة عشان تلعب شوية، وقبل ما تمشي بتستأذن من هرنانديز عشان تروح الحمام، وبتسيب الكلب معاها. ولما بتدخل جوه بتلاقي فجأة ان في واحد واقف وراها في الحمام، وبيعرفها بنفسه ان اسمه رايلان وعايز يتعرف عليها. وقبل ما رايلان يتحرك بيلاقي كلب فينيكس وراه، ساعتها بتقوله انها بإشارة منها ممكن تخلي الكلب يقضي عليه، وبتسيبه بعدها وبتروح تركب مع هرنانديز. وبيركب رايلان عربيته مع زمايله وبيروح وراها، وبعدها بتوصل هرنانديز فينيكس البيت نورمان، وبتطلب منه تاخدها الاسبوع الجاي لكنه بيرفض. وبتتضايق ساعتها فينيكس منه، وبتكمل هرنانديز طريقها ولكن بتكون لسه ما بعدتش عن البيت. فبتلاقي في عربية بتسد طريقها، فبتاخد مسدسها وبتنزل تطلب منه يوسع الطريق. والمفاجأة ان صاحب العربية يبقى رايلان، وبيوافق على كلامها. وبترجع لعربيتها تاني لكن فجأة بيظهر واحد وراها وبيحاول انه يخنقها لحد ما بينتقل جنبها وبيقتلها بالشاكوش. وفي الوقت ده بتبقى فينيكس متضايقة من نورمان لانه منعها تعيش حياتها او انها تروح للمدرسة، وساعتها بيقول لها انه فقد بنت قبل كده وما عندوش استعداد يفقد التانية. وبيكون كلبهم بيحرس البيت لحد ما بيحس بحركة ناحية الغابة، فبيروح ناحية مصدر الصوت. وبعدها بتظهر العصابة جنب البيت، وبيكون ساعتها نورمان بيحضر الاكل للكلب بتاعه، وبيفضل يعمل صوت بالاكل عشان يجيله، لكن بيحس ان في حاجة غريبة لانه ما جاش.
وكمان ماكلش الاكل القديم بتاعه، فبيقرر يخرج يدور عليه. وفي اللحظه دي بيدخل 2 من رجاله رايلان، وطبعا نورمان مش شايفهم، وبيطلع واحد اسمه دوك لفوق. وساعتها بتحس فينيكس بحركات غريبه فبتستخبى تحت السرير، ولما بيدخل لجوه عشان يدور تحت السرير بتكون هي انتقلت تحت الدولاب، فبيدور في باقي الاوضه. ووقتها بتظبط ساعتها انها ترن بعد ثواني، وبترميها بعدها في فتحه جانبيه. ولما ساعتها بترن بيروح دوك ناحيه الصوت، وبتقدر هي تخرج من اوضتها، وبتقفل بعدها نور الطرقه عشان تستخبى في مكان تاني. ولما بيخرج بيلاقي زميله وبيكون اسمه جيم. وفي اللحظه دي بتبقى فينيكس متشعلقه وبتنزل بهدوء وبتروح ناحيه الباب، وبتتفاجئ ان في حد تالت بره، فبتروح تستخبى في مخزن تحت السلم. ولما بينزل جيم بيكتشف ان في مخزن تحت السلم، لكن لما بيفتح بيسمع صوت فوق فبيسيبه، ومن حسن حظها انه ما شافهاش. وبيكون نورمان ساعتها قدر يوصل لكلبه في الغابه، وبيعرف ان حد قتله بسبب الدم اللي حس بيه على ايده، ووصل لمكان الرصاصه اللي مضروبه في جسم كلبه. وبيرجع بيته على طول من ناحيه الباب الخلفي، وبتبقى فينيكس وقتها بتحاول انها تهرب منه، لكن جيم بيضرب جنبها نار عشان يوقفها قبل ما تهرب. وبيروح يقفل الباب، وبيكون نورمان وصل بره، وبيقدر انه يمسك جيم وبيحاول يخنقه، وبيقول لبنته تروح للصندوق بسرعه. وبيفضل نورمان يخنق فيه لحد ما بيطلع الشاكوش اللي معاه وبيضرب بيه نورمان وبيخليه يسيبه. وبتفضل فينيكس تجري لغايه ما بتدخل الصندوق الحديدي وبتستخبى فيه، لكنها بتتصاب بشظايا في راسها وبيغمى عليها. وبتكون باقي العصابه بدات تدور على نورمان، وبيبقى في واحد منهم اسمه جاريد بيكون اخو جيم، وبيتحرك للجراج بعد ما شاف بقع دم. وفي الوقت ده نورمان بيعالج الجرح بتاعه، وبيفضل جاريد يدور، وفجاه بيهجم عليه نورمان، فبتطلع رصاصه من جاريد في السقف. ساعتها بيسمع جيم الصوت فبينزل الجراج بسرعه، وبيشوف على الارض علبه صمغ. ولما بيقرب بيلاقي جاريد ملزوق بقه ومناخيره بالصمغ وهيموت لانه مش عارف يتنفس، فبيجيب بسرعه المفك وبيضربه في خده عشان يدخله هوا. ووقتها بيكتشف جيم من الحاجات اللي على الحيطه ان نورمان يبقى ظابط سابق، وفهم هو بيتعامل مع مين. وبيكون نورمان ساعتها وصل للبدروم واللي فيه صندوق فينيكس، بس فجاه بيسمع صوت بيتحرك في المواسير، ولما بيمسكها بيعرف انه بيجري فيها ميه. وفعلا ده اللي بيحصل، لان دوك بيملى الصندوق ميه عشان يجبر فينيكس تخرج منه او تموت غرقانه. وساعتها نورمان بيطلع وبيقفل باب البدروم، فبيلاقي جيم في وشه، واللي بيزعق لدوك عشان يعرف ان نورمان معاه تحت. وساعتها دوك ما بيبقاش اصلا شايفه، فبيهدده يا اما يظهر والا هيرمي سلك الكهرباء في صندوق بنته اللي مليان ميه ويقتلها. بس فجاه بيلاقي نورمان بيرمي ناحيته انبوبه غاز مفتوحه، وبالتالي هيجبره انه ما يضربش النار عليه والا المكان كله هينفجر بيهم. وهنا بيبان ذكاء نورمان الشديد، وبتبدا المواجهه بينهم من غير اسلحه، وبيكون مع نورمان حديده وبيحاول انه يضرب دوك. واثناء اشتباكهم بتتفتح الميه على فينيكس بالغلط، وبيكون منسوب الميه قرب يوصل لسلك الكهرباء، فبتحاول انها تفتح باب الصندوق لكنها ما بتقدرش، لحد ما نورمان بيحس بسلك الكهرباء تحت ايديه وبيشده بعيد عن الصندوق. وبيقرب منه دوك ومعاه سكينه، لكن لان نورمان عارف المكان كويس بيقدر يستخبى ورا ترابيزه حديد من غير ما جسمه يلمسها. وبيرمي سلك الكهرباء على الترابيزه من ناحيه دوك، فبتتعمل شراره وبتنفجر في دوك. وبيقدر نورمان بعدها انه ينقذ فينيكس من الغرق وبياخدها وبيهربوا. وفي الوقت ده بيوصل رايلان بره بعد ما اتصلوا بيه، وبيكون معاه زميله جايبين كلب معاهم، وبيقدر انه يفتح باب البدروم وبينزل يشوف دوك واللي حاله يصعب على الكافر. وبتنتشر العصابه بعدها في البيت عشان يمسكوا نورمان، وبيخرجوا من المكان الوحيد اللي يقدر يخرج منه. وساعتها بيكون نورمان وصل للمشتل وبيبقى محاصر فيه، وبيبدا رايلان يتكلم عشان فينيكس تسمعه، وبيقول لها انه مش المفروض تخاف منه، وان المفروض تخاف من اللي معاها لانه شخص كذاب. وقبل ما رايلان يكمل كلامه بيهجم عليه نورمان قبل ما واحد من رجالته يضربه ويوقعه على الارض. ولسه رايلان هيقتله بتتدخل فينيكس بسرعه وبتمنعه، فبيقول لها رايلان انها ممكن ما تتعرفش عليه دلوقتي، لكن بيأكد لها انه يبقى ابوها الحقيقي، وانه قضى في السجن 8 سنين لانه كان سبب في حريق بيتهم. وساعتها هي خرجت من البيت واغمى عليها لحد ما الكفيف لقاها وقرر انه يربيها بنفسه ويفهمها انها بنته. وبنفهم ان الحريق ده كان بسبب معمل لتصنيع المخدرات، وعشان كده سجنوه. وبعدها بيؤمر رجالته بقتل نورمان بس بعيد عن بنته. واول ما جاريد بيقومه بيضربوا نورمان وبيخش جوه الزرع، وساعتها بيفضلوا يضربوا عليه نار بشكل عشوائي بدون فايده. ولما بيدخلوا جوه بيكون اختفى، فبيطلب منه رايلان انه ياخدها للعربيه، بس فجاه وهما ماشيين بتاخد فينيكس المحراط وبتغرزه في رجله عشان تفلت منه، لكنه بيروح وراها. وقبل ما يضربها بيهجم عليه نورمان وبيقتله، وبياخد فينيكس وبيرجعوا جوه البيت تاني من خلال
خلال البدروم. ولما بيوصلوا للمكان بيتصدم جيم لما بيشوف اخوه مقتول، وبيروح عشان ينتقم، لكن بيوقفوا رايلان عشان عنده طريقة تانية. وبعدها بيجيب له جيم الجاكيت بتاع نورمان وبيشممه للكلب عشان يوصله. وفي اللحظة دي فينيكس بتوقف ابوه وبتعرفه انه كذاب وانه ضحك عليها. وفجأة بيلاقي الكلب بيهجم عليهم، فبتدخل للأوضة وبتقفل عليها، وبيطلع نورمان للسقف ووراه الكلب. وساعتها بتقرر فينيكس انها تهرب من البيت من خلال شباك الأوضة. وعلى الناحية التانية بيهجم الكلب على نورمان، بس بيقدر يحجزه بباب حديدي وبيرفض انه يقتله. ولما بتوصل فينيكس للغابة بيهجم عليها واحد من العصابة اسمه راؤول، فبتصرخ وبيخدرها على طول وبيحطها في العربية. وبعد ما رايلان بياخد بنته بيقرر انه يحرق البيت بأزايز المولوتوف اللي معاه، وبياخد العربية وبيمشي بعد ما البيت كله ولع. وفي الوقت ده نورمان بيبقى زي المجنون لانه مش عارف ايه اللي حصل لبنته. وقبل ما يخرج مرضيش يسيب الكلب للموت وبيقرر ينقذه. وبعدها بيخرج هو من البيت عن طريق الشباك وبيقع على الارض وبتبقى حالته صعبة. وبيكون رايلان وصل مع فينيكس لبيتهم، وبعد ما بتفوق من المخدر بيبدأ يحكي لها عن حياتها، وبيقول لها ان اسمها الحقيقي هو تارا وتاريخ ميلادها واي حاجة تقنعها انها بنته فعلا، لحد ما بتقول له انها عايزة تمشي وتروح ملجأ تعيش فيه بعيد عن نورمان. فبيعرفها انه بيحبها وانه مش خاطفها وتقدر تعمل اللي تحبه. فبتقوم وبتخرج من الأوضة وبتشوف قدامها شخص غريب، وبيطلع دكتور توماس اللي الحكومة بتدور عليه. وقبل ما تخرج من باب البيت بتلاقي ست بتغني، ودي تبقى الأغنية اللي كانت بتسمعها وهي طفلة. وبتظهر ست على كرسي متحرك اسمها جوزفين، وبتقول لها انها بنتها، وبتبقى متأثرة جدا وهي بتكلمها. وفينيكس ما بتكونش مصدقة انها اخيرا شافت امها اللي اتحرمت منها، لكن بتعرفها امها انها بتحتضر بسبب دخان المواد الكيميائية اللي دخل جسمها لحظة حريق البيت، وانها بتعاني لغاية دلوقتي وهتموت قريب بسبب ضعف عضلة القلب. وبيجيب رايلان لفينيكس عصير عشان تشربه، وبتعرفها جوزفين انها محتاجة متبرع بالقلب ولازم يكون من صلة قرابة مباشرة زي بنتها مثلا. وساعتها بتدوخ فينيكس وبيغمى عليها من العصير اللي شربته. ووقتها بنكتشف ان رايلان فعلا ابوها، ولكن كل اللي همه هو انه ياخد قلبها وينقذ مراته. وعلى الناحية التانية بيفوق نورمان بعد اللي حصل له، وبيلاقي نفسه قدام بيت محروق وجنبه الكلب، وكأنه مرضيش يسيبه بعد ما انقذه. فبيروح للجراج وبياخد الأسلحة بتاعته، وبعدها بيربط الكلب وبيمشي بيه على اساس انه عارف بيت صاحبه واللي بيكون رايلان. وهناك بيتم تجهيز فينيكس وامها للعملية، وبيكون راؤول هو الوحيد اللي معترض على اللي بيحصل. وبيفهموا جيم ان جوزفين هي اللي بتعمل المس والمخدرات اللي بيبيعوها، ولو هي ماتت شغلهم كله هيقف، عشان كده لازم جوزفين تعيش بأي تمن. وقبل ما الدكتور يبدأ في العملية بتقطع الكهرباء فجأة عن المبنى، ومش بيبقوا عارفين ايه اللي حصل. فبينزل جيم لتحت وبيكون عبارة عن جراج كبير ومعاه الكشاف عشان يوصل لسكينة الكهرباء الرئيسية، وبيبدأ يشغل النور. فبيلاقي نورمان في وشه ولسه بيضرب عليه نار، بيهجم عليه نورمان عشان يقتله، واللي بيقدر يتفادى الضربة وبتيجي في سكينة الكهرباء وبتفصل تماما. وبيكون نورمان اتصف جنبه وبيضربوا جيم على طول وبيوقعوا على الأرض اللي بقت كلها مية بعد ما الماسورة اتضربت. وبعدها بيطلع نورمان جرس حديد من جيبه، وأول ما بيقرب جيم عشان يقتله بيحط له نورمان الجرس في القصبة الهوائية وبياخد الشاكوش بتاعه. وقتها بيبص جيم على المسدس عشان يجيبه، وأول ما بيتحرك والجرس بيرن بيضربه نورمان بالشاكوش في راسه وبيخلص منه. وبيسمع رايلان صوت صريخ جيم قبل ما يموت، وبيتأكد ان نورمان هو السبب، وبيستغرب ازاي عرف مكانهم، لحد ما بيشوف كلبه وهو داخل قدامه في رقبته جرس، وبيفهم ان الكلب هو اللي دله على البيت. وبتتحرك وقتها كل رجالة رايلان عشان يقتلوا نورمان ومن ضمنهم راؤول، وبيوصلوا كلهم للجراج. بس المفاجأة ان نورمان بيكون نايم على الارض كأنه ميت وسط المية. واول ما بيحس نورمان بموج المية ناحية ايديه بيقدر يحدد اماكن كل اللي داسوا في المية، وبيقتل الثلاثة اللي قدامه بالنار بذكاء رهيب. لكن راؤول بيكون واقف في مكان ناشف، عشان كده ما قدرش نورمان يقتله. وساعتها بيهددوا راؤول بالمسدس لو عمل اي حاجة، وبيعرفوا انهم هيقتلوا فينيكس وانه مش موافق على اللي بيعملوه، وعشان كده بيدلوا على سلم ورا ومن خلاله هيقدر يوصل للمكان بتاعهم. وفي الوقت ده بيهرب رايلان وكل اللي معاه من المكان. واول ما دكتور توماس بيشوف ان فيه مخرج قدامه
قدامه بيقرر انه ينسحب ويسيبهم، وبعدها بيسمع صوت ضرب فبيضطر انه يضرب نار على السقف عشان يدخل اي مصدر ضوء ينور المكان. وبيكونوا في مكان واسع وجنبهم قاعة حمام سباحة مهجورة، ولما رايلان بيقرب اكتر بيلاقي توماس مقتول وجنبه عبوات غاز الخاصة بالحشرات مفتوحة، فبينتشر الغاز في المكان وبتبقى الرؤية شبه معدومة. وبتكون جوزفين مستنياه ومعاها فينيكس، وساعتها بيبدأ نورمان يضرب في رايلان بالسيف، ورايلان بيرد بضرب نار عشوائي لحد ما بيسمع صوت من بعيد وكأن حد مصاب، وبيبقى فاكر انه ضرب نورمان، لكن الرصاصة بتكون جت في جوزفين وبيبقى مصدوم من اللي عمله، وبيهجم عليه نورمان تاني بس المرة دي بيتصداله. وفي الوقت ده بتميل جوزفين على زرار التحكم بتاع الكرسي المتحرك، فبيفضل يتحرك ناحية حمام السباحة، وبتجر فينيكس وراها لان ايديهم مربوطين ببعض، لحد ما جوزفين بتقع في حمام السباحة وبتفضل متعلقة في ايد فينيكس. وهناك بيفضل رايلان ونورمان مشتبكين مع بعض، وبتحاول فينيكس توصل للصيف بصعوبة، فبتاخده وبتضرب ايد جوزفين قبل ما تجرها معاها، لكنها بتفشل وبتقع على جوزفين في حمام السباحة. وبيفضل رايلان يضرب في نورمان لغاية ما الكلب بيهجم عليه وبيمنع رايلان من انه يقتله، فبيستغل الموقف وبيمسك راس رايلان وبيجرحه بطريقة بشعة. وبتكون فينيكس سليمة لانها وقعت على جوزفين، وبتخرج من حمام السباحة، لكن بيقول لها نورمان ما تقربش منه، وبيعرفها انه فعلا مش ابوها وانه قاتل والمفروض ما تبقاش جنبه. ولما بترفض بيزعق لها عشان تسيبه، وفعلا بيقعد لوحده وبيقعد على الارض لحد ما فجأة رايلان بيطعنه في ظهره بضربة قوية، وقبل ما يخلص عليه بتيجي فينيكس من وراه وبتضربه بالسيف ضربة قاتلة، وبيقع بعدها في حمام السباحة جنب مراته. وبتحاول فينيكس بعدها انها تساعد نورمان، ولكن المرة دي الضربة كانت قوية، وبيودعها قبل ما يموت بين ايديها. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناة عشان تتابع كل الملخصات اللي جاية. سلام.